خليني أبدأ معاك برقم مرعب شوية. في سنة 2019 شركة كبيرة جدًا زي جوجل قالت إن نسبة كبيرة أوي جدًا من المشاكل والثغرات اللي في الأندرويد كانت بسبب نوع واحد بس من المشاكل memory safety vulnerabilities أو ثغرات أمان الذاكرة. وهنا مش بنتكلم عن error يطلع لك مثلًا وتعمل له skip، إحنا هنا بنتكلم عن ثغرات أو أخطاء زي buffer overflow user after free ودangling pointers وdouble free. الأخطاء دي ممكن تخلي البرنامج يقع، أو الأسوأ من كده إنها تفتح أبواب للهاكرز. وبعد سنين من التوجه لاستخدام لغات أكثر أمانًا ومنها استخدام لغة اللي هي بطلة حلقتنا النهارده، النسبة بتاعة الثغرات نزلت بشكل ملحوظ جدًا. يعني الفكرة إحنا هنا مش بنتكلم عن لغة دخلت تجارب وخلاص، أو لغة ركبت الترند شوية ونزلت، إحنا بنتكلم عن لغة دخلت تحارب واحدة من أقدم وأخطر مشاكل البرمجة على مر السنين. رحبوا معايا بلغة البرمجة اللي هي بطلة حلقتنا النهارده الجميلة العسولة، لغة الرسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده على القناة. أنا عبد الله عواد، مؤسس دارك تكنولوجي. دارك تكنولوجي قناة بتهتم بالسايبر سيكيورتي والذكاء الاصطناعي وكل حاجة في مجال التكنولوجيا عموما، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتتابعنا. بص يا صديقي، في عالم البرمجة خصوصا لو بتبني أنظمة تشغيل سيرفرات أو ألعاب أو أي برنامج محتاج أداء عالي، ساعتها كان عندك اختيار مشهور جدا، وهو إنك تروح للغات زي السي أو السي بلس بلس. والحقيقة إن اللغات دي عظيمة جدا، سريعة وقوية وبتديك تحكم في الجهاز والذاكرة. بس المشكلة إن التحكم الكبير ده بيجي معاه مسؤولية برضه كبيرة جدا. يعني إيه؟ يعني أنت لو نسيت تحرر جزء من الذاكرة، أو حاولت تستخدم حاجة بعد ما اتحررت، أو كتبت بيانات في المكان مش بتاعها، أو كتبت بيانات في مكان مش بتاعك، أو اتنين ثريد لعبوا في نفس البيانات بس من غير تنظيم، ساعتها عادي جدا البرنامج ممكن ينهار أو يطلّع نتايج غريبة جدًا، أو ممكن الغلطة تتحوّل لثغرة. بس هنا عايز أوضّح حاجة مهمة جدًا، في ناس بتسمّي أو بتقول على مشاكل الذاكرة كلّها memory leak، بس ده غلط. الmemory leak هو معناه إن البرنامج حجز مساحة من الذاكرة بس ما رجّعهاش بعد ما خلص منها. الثغرات الأمنية بقى بتكون حاجات غير دي تمامًا، بتكون زي ما ذكرنا في أول الحلقة، يعني المشكلة مش بس إن البرنامج ياكل الرام، لأ، الفكرة إن هو ممكن يدّي التحكُّم لشخص من برّه إن هو يلعب في البرنامج. طيب يا عم، بما إن إدارة الذاكرة عامل وجع دماغ وصداع في دماغ المبرمج، طب ليه ما نستخدمش لغة مريحة وخلاص؟ والكلام ده مظبوط، احنا دلوقتي في لغات برمجة بتعتمد على حاجة اسمها الكاربيج كوليكتور. ببساطة بدل ما انت تدخل تتحكم في الذاكرة يدويا او بايدك انت او بيكون الشغل عليك، بقى في نظام يشتغل اثناء ما البرنامج شغال، بيشوف الحاجات اللي ما بقاش ليها استخدام وينظفها. كاربيج كوليكتور. وعلى فكرة ده اختيار ممتاز جدًا في مشاريع كتير أوي، لكن في بعض التطبيقات بتكون حساسة جدًا للسرعة والlatency زي السيرفرات مثلًا أو الأنظمة القريبة من الهاردوير. وجود شغل إضافي أثناء إن البرنامج شغال ده بيبقى له تكلفة مش صغيرة. وخلي بالك عشان الكلام ما يتفهمش غلط، هنا البرامج أو الحاجات اللي بتستخدم الgarbage collector أو الgarbage collector ذات نفسه مش وحش، ولا إن كل برنامج فيها بيكون بطيء. الموضوع كله بيتلخص تحت حاجة اسمها trade off. كل لغة بتحتاج إنها تريحك في حاجة وتغرمك في حاجة، هتشيل عنك عبء حاجة، هتزود عليك مشكلة في حاجة تانية. وهنا أنت تسألني سؤال مهم جدًا أو سؤال بديهي جدًا، هو أنا لازم أختار بين حاجة وحاجة؟ هو أنا لازم أتحط في اختيار بين الأداء والأمان؟ ليه ما آخدش أداء كويس وأمان كويس، وفي نفس الوقت أقلل فئات كاملة من أخطاء الذاكرة قبل ما البرنامج يشتغل من الأساس؟ وهنا أحب أقول لك إن إحنا بدأنا في مرحلة الحلويات. راست جت بفلسفة جميلة أوي، وهي إن أنا أدّيك أداء عالي وتحكُّم قريب من أداء الأنظمة، لكن مع أداء قوي يمنع أخطاء كتير أوي في الذاكرة أثناء ما أنا باكتب الكود. الراست ما عندهاش garbage collector عادي كده شغال أثناء ما أنا مشغّل البرنامج، هي استبدلت الحاجة دي بحاجة تانية اسمها ownership system ومعاها حاجة تانية اسمها borrow checker. الاتنين دول بيخلّوا راست وهي مرتاحة جدًا تقول لك أنا مش هاستنى إن البرنامج يشتغل ويقع عشان أرجع بعد كده أقول لك يا ريت اللي جرى مكاني، أنا هاراجع طريقة استخدامك للبيانات والذاكرة من وقت الcombine، ولو عرفت إن اللي أنت عامله تمام هاقول لك كمّل يا بطل. لكن لو أنت بتعمل حاجة ممكن تكسر أمان الذاكرة في الكود، راست ساعتها هتقول لك stop. طيب تعالوا نفهم الموضوع بطريقة أقرب شوية. في الأول يعني إيه ownership؟ تخيل إن عندك كتاب، في راست كل قيمة في البرنامج بيكون ليها حاجة اسمها owner مسؤول عنها، ولمّا الowner يخلّص دوره ويخرج من نطاق استخدامه، راست بتعرف إن الوقت جه لتنضيف الموارد الخاصة بالقيمة دي. يعني أنت مش محتاج كل شوية تقول حرر الذاكرة دي، امسح دي، اوعى تنسى دي. راست منظمة الموضوع ده من البداية. وطبعًا راست عندها أدوات لمشاركة الملكية وقت ما تحتاجها زي RC أو
ARC. لكن الفكرة الأساسية اللي أنت لازم تكون فاهمها كشخص مبتدئ، كل قيمة لها مسؤول واضح، وده بيساعد اللغة إنها تمنع فوضى كبيرة جدًا في التعامل مع الذاكرة. طيب أنا عندي بيانات بس عايز حد تاني يستخدمها، يقرأها أو يعدل فيها، بس من غير ما ياخد ملكيتها بالكامل. الملكية تفضل عندي، بس هو يقدر يعدل، يقرأ ويكتب وهكذا. هنا بقى تيجي فكرة الborrowing أو الاستعارة. يعني بالبلدي كده تخيل إن الكتاب بتاعك بس صاحبك عايز ياخده منك يقراه ويرجعه لك تاني. راست عندها قاعدة قوية جدًا بس في نفس الوقت بسيطة جدًا. لو الناس هتقرا الكتاب بس، ساعتها أنت ممكن تسمح لأكتر من شخص إن هو يستعير الكتاب، والحاجة دي اسمها immutable borrowing، يعني استعارة للقراءة فقط. لكن لو شخص واحد بس هياخد الكتاب يقراه ويعدل فيه، ما ينفعش في نفس اللحظة حد تاني ياخده يقرأ فيه أو يعدل فيه، وده بقى بيكون اسمه mutable borrowing. يعني بتكون استعارة للتعديل، يا إما mutable borrow واحد بس للتعديل، يا إما immutable borrowing لكذا حد بس إيه، يقرأ بس. طيب ليه بقى الموضوع ده بيحصل؟ لإن لو في واحد بيعدل في البيانات وفي نفس اللحظة ناس تانية بتقرأها أو بتغيّرها، ساعتها الدنيا ممكن تدخل بحالة فوضى، وده بيتعارض مع فلسفة راست من البداية، لإن راست بتقول لك أنا مش هاسمح بالفوضى دي تحصل في الكود الآمن بتاعي. ساعتها ممكن تسألني سؤال جميل جدًا، هل ده له علاقة بالمالتي ثريدنج؟ الإجابة ببساطة آه، وهنا ندخل على حاجة من حاجات أو من الحاجات الجميلة جدًا لراست. تخيل إن عندك أكتر من thread شغالين في نفس الوقت، thread بيقرا البيانات والthread التاني بيعدل فيه، والthread تالت داخل كده من غير أي استئذان بيقول لك هاعدل أنا كمان، هي جات عليَّ يعني؟ لو الموضوع مش منظم ممكن تحصل حاجة اسمها data race، والdata race دي بتحصل لمّا أكتر من thread يوصلوا لنفس البيانات بس في وقت واحد، ويكون واحد منهم على الأقل بيكتب أو بيعدل في البيانات، وده بيكون من غير تنظيم آمن للوصول. النتيجة برنامج بيطلع نتائج عشوائية، بيهنج، بيقع، بيطلع أو بيفتح مشاكل للثغرات. في لغات كتير جدًا المشكلة دي ممكن تحصل لك أثناء التشغيل، يعني لمّا البرنامج يكون في مرحلة الإنتاج. أما في الsafe rust نظام الborrowing الاستعارة ونظام الملكية بيساعد الكومبايلر إنه يكتشف مشاكل كبيرة جدًا من مشاكل الdata race. يعني لو أنت بتشارك البيانات بين الthreads بطريقة مش آمنة، rust ساعتها بتتدخل وبتقول لك الكود ده مش هيعمل compile أصلًا. يعني تشتغل بالmulti threading وأنت متطمن إن نوع كبير جدًا من أخطاء التزامن وهو اللي الrust بتحاول تمنعه في البداية أصلًا أثناء كتابة الكود. بس برضه خد بالك عشان ما يختلطش عليك الأمر، rust مش أداة سحرية، مش عصا سحرية. rust ممكن تكتب برنامج فيه logic bug أو deadlock أو أداء سيء. يعني لو الكود عمل compile ده مش معناه إن الكود ده ملاك نزل من السما وإن خلاص ما فيش أي مشاكل هتقابلك تاني. الفكرة إن لو أنت شغال بالsafe rust فاللغة منعت عنك مشاكل كبيرة جدًا كانت ممكن تحصل لك، زي أخطاء الذاكرة والdata race والحاجات دي قبل ما تعمل مرحلة الإنتاج وقبل ما تطلّع البرنامج أثناء التشغيل. وعلى فكرة دي ميزة عظيمة جدًا ومش صغيرة. تعرف أنت إيه أكتر حاجة تخلّي المبرمج فاقد شغفه في الحياة؟ إن الكومبايلر يطلّع لك خطأ غامض جدًا ويبُص لك من بعيد كده ويقول لك في error دَوّر عليه أنت بقى. تحس إن هو حكم عليك حكم بس رفض يعرض لك التهمة. لكن في Rust الموضوع مختلف تمامًا. الكومبايلر بتاع Rust مفهوم إن رسايل الخطأ بتاعته بتكون مفهومة وواضحة إلى حدٍ ما. غالبًا هيقول لك الغلط فين وليه دي مشكلة، وأحيانًا بيقترح عليك التصحيح ذات نفسه. يعني Rust مش داخلة معاك خناقة، هي داخلة تقول لك أنا عارفة إن نظام الborrowing والownership هيتعبك شوية في البداية، بس تعالَ نمشي واحدة واحدة وأنا هاعلّمك إزاي تكتب كود آمن. ولكن خلّيني صريح معاك، في البداية الborrow checker ده ممكن يطلّع عينك، هتحس إن اللغة ماسكاك من إيدك وكل شوية تقول لك لأ ما تلمسش دي، لأ ما تقرّبش من دي، لأ أنت نقلت القيمة دي قبل كده، لأ ما ينفعش تعدّل هنا والناس شغّالة هنا. لكن بعد فترة هتبدأ تفهم إن اللغة مش بتتلكك لك، هي بتمنعك من أخطاء كانت ممكن تظهر لك بعد أسبوعين في مرحلة الإنتاج، وأنت قاعد الفجرية وبتشرب كوباية القهوة الساعة 3:00 وبتقول لنفسك أنا عملت كده ليه؟ لو جرّبت قبل كده تبني مشروع كبير أو جرّبت تضيف مكتبات أو جرّبت ترتّب dependencies فأنت أكيد عارف إن الموضوع ممكن يكون مزعج في بعض البيئات، وهنا الRust بتقدّم لك واحدة من ألطف وأجمل التجارب في البيئة بتاعتها، وهو كارجو. كارجو هو نظام بناء المشروع ومدير الحزم في الRust. يعني لو عايز تعمل مشروع جديد كارجو نيو، لو عاوز تعمل build كارجو build، لو عايز تشغّل البرنامج كارجو run، لو عاوز تتأكد إن الكود هيعمل compile من غير ما تطلّع ملف تنفيذي هتعمل كارجو check. وده مش معناه إن أي مشروع Rust هيبقى مشروع خالي من المشاكل وجميل يعني وفل الفل، خصوصًا لو بتتعامل مع مكتبات خارجية أو native library. لكن التجربة عمومًا بتكون منظمة بتخلّيك تركّز في الكود، بدل ما تضيّع مجهود كبير جدًا في حرب وجودية مع إعدادات المشروع، وده بيكون اسمه يا صديقي developer experience. وتعالَ برضه نسأل سؤال مهم جدًا، هل Rust مجرد كلام حلو أوي على ورق؟ يعني أنت عمّال تقول من أول البرنامج إن Rust حلو أوي وبتحبني، compiler عسل وبيحبني، طيب الكلام ده اتجرّب فين قبل كده يعني؟ إيه الإثبات بتاعك على الكلام اللي أنت عمّال تقوله ده؟ المثال الأول أندرويد وجوجل. جوجل قالت إن مشاكل أمان الذاكرة كانت بتمثّل مشاكل كبيرة جدًا ونسبة كبيرة جدًا عندها، ومع الانتقال التدريجي في استخدام لغات أكثر أمانًا زي Rust النسبة دي نزلت بشكل ملحوظ جدًا
في 2024. وهنا ركز معايا جدا، انا مش بقول ان راست لوحدها عملت كده، انا بقول لك الاتجاه العام. يعني جوجل اتوسعت باستخدام لغات اقوى جدا او امانا جدا زي جافا وكوتلين وراست، لكن وجود راست كان مهم جدا لانه سمح لهم يكتبوا اجزاء قريبه من النظام وسرعه واداء عالي جدا بامان ذاكره افضل من اللغات التانية، وده فرق مهم جدا. في شركات تانية استخدمت برضو الراست وبعض اللغات الكويسه جدا والمريحه والاكثر امانا، بس مش عايز الفيديو يطول، زي مثلا كلاود فلير والديسكورد، نبقى نذكر التجربه بتاعتهم في فيديوهات تانية. نيجي بقى لنقطه لطيفه جدا، احنا عايشين في عصر تقريبا كل حاجه شغاله على السيرفرات والكلاود، وكل ثانيه تشغيل وكل استخدام للسي بي يو والرامات معناه تكلفه موارد اكبر بكتير. في دراسه بحثيه قارنت زمن استهلاك الطاقه وزمن التنفيذ والذاكره عبر لغات البرمجه، ظهرت راست من ضمن اللغات الاعلى كفاءه في اختيارات الدراسه. وهنا لازم نوقف الحماس شويه ونتكلم بعقلانيه. هل راست لغه قويه جدا وعظيمه؟ ايوه طبعا. هل لازم تستخدمها في كل مشروع؟ لا طبعا. لو انت عايز تعمل بروتوتايب سريع او داتا اناليست بسيط او مشروع صغير محتاج حاجه بسيطه جدا في ايكو سيستم تاني، ممكن بايثون او الجافا سكريبت او الجو يكون انسب ليك. راست قوتها الحقيقيه بتظهر لما تكون محتاج اداء عالي، امان ذاكره قوي، تحكم قريب بالنظام، برمجه متوازيه بشكل امن، باك اند حساس للليتنس، امبيدد سيستمز، اوبريتنج سيستم، براوزرز، سايبر سيكيورتي تولز. يعني راست مش بديل اعمى لكل اللغات، راست اداه قويه جدا، والشاطر بس هو اللي يعرف يستخدم الاداه الصح في الوقت الصح. طيب بعد اللي اتكلمنا عليه ده كله، برضه عايزين نجاوب على سؤال مهم جدا، ليه نتعلم الراست بجانب اللي احنا قلناه ده كله؟ لو انت مبرمج عايز تفهم الذاكره كويس، لو عاوز تعرف ازاي البرامج بتتعامل مع الموارد، لو مهتم من الامن السيبراني، ونفسك تبني انظمه سريعه ومحترمه، لو عاوز لغه تجبرك انك تكون منظم اكتر في كتابه الكود، فراست بجد بجد تستحق انك تديها وقت. ايوه طبعا البدايه مش سهله، والبرو تشيكر ممكن في البدايه يخليك تبص للشاشه وتقول هو انا زعلتك في ايه يا راست، لكن بعد ما تفهم فلسفتها هتعرف بجد ليه مطورين كتير جدا بيحبوا اللغه دي، لانها مش بس بتديك اداء قوي، هي بتعلمك ازاي تفكر في ملكيه البيانات وامان الذاكره والتزامن وتصميم البرنامج بطريقه اعمق. وفي الاخر برضو مش الهدف انك تستخدم او تتعلم اللغه على اساس انها ترند، الهدف انك تكون مبرمج فاهم امتى تختار الاداء، امتى تختار سهوله التطوير، امتى تختار الامان، وامتى تجمع بينهم بذكاء. وده بالظبط المكان اللي راست تلمع فيه. وبس يا صديقي، هنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات رايك في راست، وهل فعلا ان راست تستحق كل الضجه دي، ولا شايف ان صعوبه تعلمها اكبر من فايدتها. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان نكمل سوا في البرمجه والسايبر سيكيورتي. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.